السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طاجن الخضار المشكل بالفراخ. عملناه مع بعض قبل كده باللحمه واللحمه الضاني واللحمه الكندوس، وعملناه بطرق كتيره جدا. النهارده هنعمله مع بعض بالفراخ، وهنقدمه النهارده تقولي كده ان الفراخ بتاعتنا مشويه معاها طاجن خضار مشكل كده، وازاي ياخد نفس درجه السوا من غير ما الفراخ بتاعتنا تستوي، تبقى نية والخضار مستوي، ولا الخضار ني والفراخ مستوية. هنخلوهم الاتنين مع بعض مستويين بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده الخضار دايب خالص ومستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان الفراخ مستوية جدا. وهنقدم معاها النهارده كمان رز بشعرية. بس لو انتوا لسه جداد في القناة بتاعتنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا، وتضغطوا على كلمة الكل. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. انا عندي هنا اول حاجة الفرخة بتاعتي. انا هبدأ بالفراخ علشان كده اتبلها واركنها كده في تتبيلة تاخد طعم كده، وكمان تساعد في عملية التسوية بتاعتي. انا عندي فرخة كده هبدأ اقطعها. طبعا انا غسلاها كويس جدا بالملح والليمون، وكمان غسلاها بالدقيق، شايلة منها اي زفارة ممكن تكون موجودة فيها. بعد كده اقطعها، تقدري تقطعيها القطعية اللي انت عايزاها، وتقدري كمان تستخدمي دبابيس بس او اوراق بس او صدور، او كمان لو ما عندكيش مثلا فرخة كاملة تقدري تستخدمي مثلا قطع من الصدور الفيليه، كمان ينفع في الخضار المشكل بتاعنا. اي حاجه موجوده عندك تقدري تستخدميها في طاجن الخضار بتاعنا ده. يلا بينا بقى نشوف احنا نقطع الفراخ ازاي. انا قطعت الفراخ النهارده الوركين الاتنين، كل وركه على اتنين، وكمان قطعت الحته اللي في الكتف كده من قدام، وطلعت رقبه لوحدها، وكمان طلعت صدرين لوحدهم. هبدا بقى كده اعمل فتحات في الفرخه بتاعتي علشان التتبيله تخش فيها، وكمان الفتحات ديت لما الفراخ بتيجي تستوي كده وطاجن الخضار يغلي معايا، فالشوربه والصوص بيخشوا في قلب الفتحات ديت، فبتبقى طعمها حلو، وكمان بتستوي معانا بسرعه من بره ومن جوه، ما بتبقاش الفراخ بتاعتنا نيه ولا اي حاجه. هعمل بقى فتحات في الورك وفي الكتف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، علشان نعمل لها التتبيله والخلطه بتاعتها. انا طبعا ينفع ان انا احط الفراخ دي نيه كده على طاجن الخضار، هتاخد من الطعم وكل حاجه، لكن انا بحب اعمل لها خلطه كده تحس ان انت بتاكلي فراخ مشويه مع طاجن الخضار. اول حاجه كده انا عندي هنا معلقتين اتنين من خل التفاح، وكمان معلقه كبيره من دبس الرمان، ومعلقه صغيره من الملح، وهحط عليهم كمان نص معلقة من السبع بهارات، ونص معلقة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من البابريكا، ورشة من القرفة، وهحط كمان رشة من جوز الطيب. دي التوابل بتاعتي اللي أنا هستخدمها، وتقدر تستخدمي أي نوع توابل متوفر عندك وموجود، وكزبرة ناشفة، تقدر تستخدمي بهارات فراخ، تقدر تستخدمي كمان زعتر. الزعتر بيبقى كويس جدا مع الفراخ. هحط بقى المكونات دي كلها مع بعضها كده، وبعدين هضيف عليهم نص معلقة من العسل النحل، وتقدري تستبدلي العسل بتاعنا بنص معلقة صغيرة من السكر، بيدي طعم كويس جدا. وكمان تقدري ما تستغني عن الخطوتين الاتنين دمت، عشان احنا حاطين عندنا دبس رمان بس، تزودي ايه الكمية شوية. انا حاطة مقدار معلقة صغيرة من العسل النحل. بعد كده بعد ما قلت بقى التوابل بتاعتي كلها مع بعضها كده، هبدأ اجيب بقى الفراخ بتاعتي بعد ما شطفتها شطفة كمان تحت الحنفية كده، احطها في التتبيله بتاعتي واقلبها كويس جدا، واركنها بقى على جنب. ممكن تركنيها 10 دقايق ربع ساعه على ما تجهزوا الخضار، او ممكن كمان تعمليها من قبلها بيوم او اي حاجه، او اي وقت متاح عندك لصينيه الخضار. عندي كده صينيه على النار او مقلة على النار، هبدا احط فيها معلقتين 3 من الزيت، ويفضل ان الطاجن بتاعنا يكون بالزيت مش بالسمنه. هبدأ احط فيه بصلايه كبيره متقطعه جوليان، اول ما تدبل البصلايه دبله بس بسيطه كده، هبدأ احط فيها معلقه من الثوم، وهنحط كمان نص معلقه من الملح علشان ندبل البصل بتاعنا. بعد كده عندي شفشه الا ربع من الطماطم المفرومه، تقدر تستخدمي صلصه، بس بصراحه الطماطم الفريش لما بتبقى مضروبه كده في الخلاط ومحطوطه فريش بتدي طعم كويس جدا. عندي كمان هنا نص معلقه من السبع بهارات، بس السبع بهارات شامله كل حاجه علشان نطعم الخضار بتاعنا. اول حاجه احطها معايا انا هحط الفاصوليا الخضراء. انا طبعا هحط طاجن الخضار مشكل ده على حسب انتي بتحبي الخضار بتاعك ايه. انا عندي انا هحط فاصوليا خضراء، واحط بطاطس، وهحط كمان قرنبيط، وهحط كوسه. انت تقدري تستخدمي بسله، تقدري تستخدمي جزر، تقدري تستخدمي
اي نوع خضار انت بتحبيه المتوفر عندك. بعد ما حطيت الفاصوليا كده بعدها بدقيقه بالظبط، بعد ما قلبتها حطيت البطاطس، وبعدها كمان بدقيقه حطيت القرنبيط، وبعدين بعدها بدقيقه برضو حطيت الكوسه. طب ليه انت ما حطيش الخضار كله مع بعضه؟ هقول لك ان الخضار بتاعنا ما بياخدش كله نفس درجه السوى، يعني عندنا الفاصوليا الخضراء بتاخد سوى اكتر من الكوسه، فعشان كده احنا بنغيبها شويه. بعد كده بقى انا بعد ما احطهم كلهم مع بعض ما سبتهمش يستووا ولا اي حاجه، احنا كنا بس بنجهزهم. عندي كده الطاجن بتاعي اللي انا هدخله في الفرن، او تقدري كمان تستخدمي صينيه بايركس او اي صينيه موجوده عندك. بدات بقى اضيف فيها الخضار بتاعي كله كده، وبعدين هبدا اضيف عليه الفراخ اللي انا تبلتها من شويه. طيب هتقولي لي الفراخ بتاعتنا نية والخضار بتاعنا احنا مجهزينه على النار ومش هياخد، الفراخ هتاخد سوا اكتر من الخضار. هقولك لا، الفراخ باذن الله هتستوي والخضار كمان هيستوي. اهم حاجه في الخضار بتاعنا ان احنا ما نقعدش كل شويه نقلب فيه، احنا كده جهزناه ورصينا كل حاجه على بعضها. هبدا كده بالغطا بتاع الصينيه او الحله الفخار اللي احنا بنحطها في فرن البوتاجاز، نغطي بيه الصينيه بتاعتنا او الحله، او لو احنا كمان ما عندناش نقدر نغطيها كده ورقه من الزبده وبعدين ورقه من الفويل، وندخلها فرن بوتاجاز على الشبكه ناحيه تحت شويه، او ممكن كمان نحطها على قاع البوتاجاز ونسيبها لحد ما تبدا تستوي معانا. شوفوا درجه استوى كميه السوى اللي احنا بناخدها على العين من فوق هي نفس درجة السوا اللي الوقت اللي احنا هناخده في البوتاجاز من تحت. بعد ما السوا بقى كده تستوي معايا هبدأ كده اجهز الرز بالشعرية اللي احنا هنعمله النهارده مع بعض. انا عندي هنا معلقة من السمنة البلدي، حطيت عليها معلقتين 3 من الزيت، وهحط للكوبايتين من الرز هحط لهم كوباية من الشعرية. انا بحب الشعريه بتاعتي تبقى فيه كتيره شويه، تقدري كمان تزودي الكميه او تقلليها على حسب ما انت عايزه. احط كده كوبايه من الشعريه في الزيت والسمنه بتاعتي بعد ما سخنوا، وبعدين ابدا احمرها كويس جدا، ومش هخليها تغمقي قوي، خليها تاخد اللون البيج بس الغامق، علشان خاطر تبقى شكلها حلو في الرز بتاعي. بعد كده بقى غسلت كوبايتين 2 من الرز وصفيتهم، ويفضل ان احنا نغسل الرز قبل ما نحطه على طول، ما ينفعش نغسل الرز المصري بتاعنا ونركنه شويه، عشان الرز بتاعنا بيبقى بيتكسر كده وبيبوش، وعلشان يدينا نفس النتيجة اللي احنا عايزينها بإذن الله. هبدأ بقى اقلب الرز بتاعي كله كده مع بعضه مع الشعرية مع الزيت والسمنة لحد ما يسخن كويس جدا معايا، وما يبقاش فيه اي بخار او اي مية موجودة فيه. عندي هنا بقى نص معلقة من الملح، او على حسب الكمية اللي انت حطاها تظبطي الملح بتاعه. وكمان عندي هنا مكعب من المرق دجاج، وتقدري تستغنى عنه، بس انا بحب احطه كده لما اكون ما عنديش شوربه علشان خاطر يعمل طعم معايا. هدوبه كويس جدا كده مع الرز والملح واقلبه، وبعدين ابدا ازيد الميه بتاعتي. انا عندي هنا ميه سخنه، يفضل انها تكون ميه سخنه علشان تساعد معايا على عمليه التسويه بسرعه. بنخلي بالنا ان احنا بنحط مقدار عقله واحده بس فوق مستوى الرز. الرز المصري بياخد مقدار عقله واحده بس فوق مستوى الرز. هنسيبه اول 10 دقايق على نار عاليه، وتاني 10 دقايق على نار هاديه، هيبقى الرز بتاعنا استوى باذن الله، بياخد معانا تلت ساعه. طيب لو انا كشفت على الرز بتاعي ولقيت الميه نشفت منه وهو لسه ني او بيقرقش، اقدر احط حوالي ربع كوبايه من الميه كده، وهدي عليه النار خالص واسيبه باذن الله هيستوي معايا ويبقى زي الفل. طب لو انا فتحت عليه لقيت فيه ميه كتير والرز بتاعي استوى، هبدا كده احط حوالي رغيف عيش على وش الرز يشرب الميه والبخار، وبعدين كده اشيل رغيف العيش بعد ما يشرب الميه، واكشف الرز بتاعي البخار بتاعي يطلع، وان شاء الله هيرجع كويس باذن الله. ده شكل الرز بتاعنا بعد ما خلص. ما شاء الله الرز مفرفر وجميل، وكمان الشعريه والرز مظبوطين جدا مع بعض، اللون بتاعهم مظبوط. بعد كده بقى بعد ما ركننا الرز والرز بتاعنا استوى، بصينا على الفراخ بتاعتنا لقيناها ما شاء الله استوت وبقت جميله وبالشكل ده. هي استوت معانا. بعد ما تستوي ببدأ بقى اشيل الغطا بتاعها، الورق الفويل او الغطا، واحطها تحت الشوايه لحد ما تبدأ تاخد اللون الذهبي الجميل زي ما احنا شايفين كده. ده الرز بشعريه اهوت ما شاء الله مفرفر ولونه جميل جدا. وده الخضار بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. الخضار بتاعنا قطع اهوت، مش دايب قوي مهري كده في قلب الصوص ولا اي حاجه. ما شاء الله عليه جدا. الفراخ مستويه كويس، وكمان الرز مستوي كويس، والخضار مستوي مظبوط مش دايب ولا اي حاجه. اتمنى تجربوا الوصفه دي بالطريقه دي باذن الله تعجبكم.
واتمنى كمان تشتركوا في القناة بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس لو لسه وصلتوا هنا معايا الفيديو، وتدعوا لاخواتنا الفلسطينيين بكده بدعوة حلوة من القلب ان ربنا ينصرهم وكمان يرزقهم ويصبرهم كده على فراق ذويهم، وكمان يا رب يصلح احوالنا واحوال كل المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.